ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم الفتره دي، بس معلش كنت مشغوله شويه. بس هنرجع تاني مع بعض الفيديوهات واللايفات. فاهم حاجه كده، اللي لسه مش عامل معانا متابعه في القناه نعمل متابعه ونحط لايك ونفعل الجرس علشان يوصلكم اي اشعار اذا كان بفيديو او لايف، وتكونوا حاضرين معايا دايما. يلا النهارده كده هنشوف فيديو صغير، فيديو على السريع كده. هنشوف طاقه برج الجدي للكراش. طاقة برج الجدي للكراش، الناس اللي فيه ما بينهم وما بين حد نظرات، في اعجاب، في كلام ما بينهم، بس لسه ما فيش اعتراف بالحب او بالمشاعر. هنشوف الرسائل بتاعته عايز يقولك فيها ايه، او مشاعره هتبان في رسائله ليكي يا برج الجدي. فتعالى النهاردة نشوف طاقة الشخص المعجب بيك كده فيها ايه، وعايز يقولك ايه يا برج الجدي. يلا يا حلوين، ما ننساش اللايكات والكومنتات الحلوه اللي زيكم. طيب يا برج الجدي، اول حاجه انا شايفه هنا ان الشخص ده بيقولك ان هو يعني معجب بيكي جدا، وعايز يعرف اذا كنتي انتي كمان معجبه بيه وبتبادليه نفس المشاعر ولا لا. هو خايف ان هو يكون بيتسرع، يعني هو خايف ان هو يكون بيتسرع في مشاعره، علشان كده يمكن في اوقات كتيرة بياخد خطوات تاني لورا. يمكن انت مستني يا برج الجدي ان الشخص اللي معجب بيك ده ان هو يجي يصرح وياخد خطوة ويتكلم عن مشاعره، انت بتلاقيه بياخد خطوة لورا او بيرجع لورا تاني، لان هو خايف ان هو يكون بيسرع في الامور، فعلشان كده بيبدأ يبطئ في خطواته شوية. شايف هنا كمان بيقولك ان يعني من الصعب عليا التعبير عن شعوري اتجاهك. هو شايف ان هو صعب ان هو يعبر عن مشاعره ليكي، صعب ان هو يعبر عن اللي جواه دلوقتي اتجاهك بشكل واضح ومباشر كده وصريح ليكي. بس هو هنا كمان بيتمنى ان هو يكون في تواصل ما بينك وما بينه، بيتمنى ان يكون في قرب ما بينكم، بيتمنى ان انت تحلي الامور ما بينك وما بينه، وان يكون في تواصل وقرب ما بينكم دايما. الشخص ده كمان بيقولك يا برج الجدي ان انت دايما بتخلي قلبه مبتسم، بتخليه فرحان كل ما بيفكر فيكي، بتديله طاقة سعادة وبيخليه عنده طاقة فرح، وبتخليه ان هو دايما مبتسم وقلبه سعيد. لكن كمان برضو زي ما قلنا في الاول ان هو عايز يتعامل بحذر شوية، او بالفعل بيتعامل بحذر شوية، ومش عايز يتعمق في العلاقة بشكل قوي غير لما يلاقي منك نفس تبادل المشاعر، او يلاقي منك ان انتي فعلا معجبة بيه برضو، وان انتي عندك مشاعر اتجاهه، وان هو يقدر ياخد الخطوة ليكي بشكل واضح وصريح. دي كانت رسائل الكراش ليك يا برج الجدي، او الشخص اللي معجب بيك يا برج الجدي. وضحت لك مشاعره ورسايله والكلام اللي هو عايز يقوله لك، او بيفكر في ايه، او ايه اللي هو عايز يعمله بشكل عام. اتمنى يكون الفيديو كده سريع وبسيط وخفيف على قلوبكم. لو الفيديو ده عجبكم منساش لايك وشير وكومنت حلو زيكم. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام يا حلوين.